بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد عمر محمد ساطي من مدينة مصراتة. طبعا في بداية الحديث أترحم على أرواح الشهداء الطاهرة التي ارتفعت إلى السماء وقدمت لنا الحرية، ونسأل الله أن يكونوا في جنات العليين، ونسأل الله لجرحانا الشفاء بإذن الله. طبعا أنا من مدينة مصراتة، وفي بداية الأحداث أو أول ما بدت الثورات يعني في العالم العربي وخصوصا في تونس، بعد ما صارت الثورة في تونس وانتصرت ثم انتقلت إلى مصر الشقيقة. حقيقة يعني أكثر المتفائلين في ليبيا في مصراتة بالذات لم يتوقع أن تكون ثورة في ليبيا، ولكن شاء القدر أن يكون الحقيقة مغايرة لهذا. بدأت الثورة في ليبيا، بدأت الثورة من المنطقة الشرقية في الشرارة، في بنغازي وفي البيضة وفي المناطق الشرقية بصفة عامة، وثم يعني انطلقت في مدينة مصراتة. انتفضت مصراتة طبعا بعد أن يعني شفنا شلالات الدم في بنغازي وفي المدن الشرقية. أرواح أخوتنا في المنطقة الشرقية بصفة عامة كانت تزهق بطريقة يعني بطريقة عشوائية وبطريقة لا مبالاة. المهم فبدأت الثورة في مدينة مصراتة، وكانت الثورة في بدايتها يعني مظاهرات سلمية تطالب يعني بمساندة أبنائنا في بنغازي، ويعني من بين شعارات التوري توري يا مصراتة وبنغازي تطلب في غاتا وشعارات عديدة يعني. فوجهت هذه المظاهرات بأعتى أنواع الأسلحة والأسلحة الثقيلة، يعني من البداية كانت رد الفعل الطاغية وأتباعها كان قوي جدا، استخدام أسلحة ثقيلة ضد مواطنين مدنيين عاديين يعني، فاضطررنا إلى حمل السلاح. بداية الثورة كانت سلمية، تحولت إلى ثورة عسكرية. مواطنين بيناتهم يعني مواطن مدني عادي جدا ليس له علاقة بالسلاح، واضطررنا إلى أن نحمل السلاح للدفاع عن الأرض والعرض، ونقضي على هذا الطاغية الذي بكت على قلوبنا 40 عام. فبدأت العملية تدريجيا، يعني في بداية الأحداث كانت العملية بأسلحة خفيفة، يعني بما يسمى يعني بأي قطعة حديد أو زجاجات المملوءة بأنواع البنزين أو غيرها، ثم الأسلحة الصيد، ثم تطورت العملية أن أصبحت أسلحة يعني ترادع الجيش الطاغية. الكلام هذا طبعا بعد فترة طويلة من مقاومة ومن جهاد يعني في شارع طرابلس، ثم انتقلت العملية للغيران، ثم تحررت مدينة مصراتة من في 13/5 وحاجة هيك. اتجهنا بعد ذلك إلى الدفنية باتجاه زديتة، تحرير مدينة زديتة. حقيقة في هذه بالنسبة لإصابتي، يعني إصابتي كانت يوم 21/7، يوم 21/7 يوم 20/7 بالضبط. كنا يعني كان هو مع يعني كتيبة ممكن تاع 200 أو 250 مشاة، معنا ممكن آليات 10 أو 15 آلية. قبل يوم 20 بالضبط، قبل يوم 20 ب4 أيام تمركزنا في موقع يعني ما يطلق عليه نعيمة أو نهاية نعيمة، بداية سدو بالتحديد، يعني في منطقة زديتة. في هذا اليوم يعني يوم 20 كنا بيتين غادي، يعطونا أمر على أساس أن يوم 20 الصبح يعني حنتقدموا وندخلوا منطقة سوق الثلاث بعد منطقة زديتة. فكان التقدم الفجر يعني الصباح الباكر، تقدم اللواء كامل ما شاء الله يوصل إلى 12,000 جندي أو 10,000 جندي تقريبا، الجهة الغربية بالكامل لمصراتة. وكان من بيناتها اللي احنا متمركزين عليه المنطقة اللي على شاطئ البحر. فتقدمنا باتجاه منطقة سدو. بالنسبة لكتيبتنا ممكن 160 مشاة و170 إلى 200 تقريبا. صارت مناوشات خفيفة، انسحبوا كتائب القذافي المرتزقة، جبناء طبعا، هم أشبه من أنهم يواجهوا، يعني أول ما يتعرضوا لإطلاق النار انسحبوا مباشرة. انسحبوا تقدموا الشباب، صار اندفاع. الشباب يعني متحمسين جدا، يعني لدرجة أن تشوف الشاب يعني متقدم وماشي يطلب في الشهادة، يطلب في الموت، يعني الكلام هذا نادر ما تشوفه. المهم تقدمنا
كان قائد الكتيبة الشهيد أسامة شتوان اللهم اغفر له ويرحمه، استشهد يوم 18/8 يوم تحرير مدينة سرت مدينة زليتة. طبعا عمر بالتقدم، تقدمنا لدرجة عالية الناس أصبح العدو على يسارنا مباشرة. طبعا قعدنا نشوف العدو يعني مسافة أقل من 400 متر بيننا وبين العدو يعني. فاحنا قعدنا شاكين هل هو العدو أو كتيبة أخرى من الكتائب يعني، مع أن في ربط باللاسلكي لكن صار شوية يعني عدم ثقة يعني، مش حتى يعني يصير شامي نار يعني على واحد يكون يعني معنا يعني صديق أو كتائب من كتائبنا يعني بصفة عامة. طبعا طريقة الإصابة بالضبط يعني كنا احنا متمركزين ممكن بتاع 12 شخص أو 13 شخص، فقلت لك يعني شفنا العدو أصبح على يسارنا مش أمامنا مباشرة، تقدمنا تقدم عالي جدا ممكن 6 كيلو، فما توقعناش يعني إن العدو يبقى على اليسار، فما رميناش، ما بديناش بفتح النار، حيث أسامة الله مخلوع ما كان يقول خد ساتر وما فيش حد يرمي، فنزلنا وتبع هيك. فالعدو استغل النقطة هذه شوية، و يعني شفت أني من بيناتهم سيارة متسوبيشي وسيارة جيب عليها 106. ده عملية التفاف بسيطة على يعني حوائز عندنا في الدفنية يعني، مش عارف اللي يعرف حوائز في الدفنية فاهم. فده التفاف بسيط وقذف مقذوف 106. طبعا كنا مقعبز لوطة معايا ممكن 3 أشخاص، فضربت يعني القذيفة ما أصابتناش مباشرة، أصابت شجرة حدانا يعني يعني نزل على شظايا، فكان في ولاد هدايا بالضبط مصاب اللهم خلوه واستشهد هنيئا له. لقيت الجروشي هو من منطقة زاوية المحجوب. فهي لحظة يعني فتحت عيوني، طبعا ما صار لي شيء عملية إغماء، فتحت عيوني طبعا شفت يدي قدامي، يدي وقتي بوترت يعني بالسلاح بتاعها، وشفت ولد هذا ولد الجوش اللهم اغفر له وارحمه. حقيقة أنا من موقف قعد يعني بين عيوني يعني وجد ولد الجوش مقسوم نصين يعني، مقسوم نصين وينطق بالشهادة بصوت جهور ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. حقيقة الموقف هذا يعني المواقف اللي من الصعب إني أنساها، فهنيئا له، نسأل الله أن يكون من الشهداء، هنيئا له. فحقيقة يعني فادتنا جو يعني الشباب يعني أسعفونا وحطونا طبعا في السيارات الصينيات علينا. طبعا انطلقنا في معاناة الإسعاف مدة طويلة حتى وصلنا أول نقطة إسعاف. بعدين قعدت في مستشفى الحكمة مدة 3 أيام، ثم تم نقلي إلى مدينة بنغازي بالباخرة مدة 35 ساعة أو 40 ساعة تقريبا، ما أدريش نضبط بالضبط، إلى بنغازي. من بنغازي إلى تونس يعني تم إجراء بعض العمليات الأولية، كان في شوية شظايا ثانيات حولوهم يعني كذا. بعدين رجعت من تونس في ليلة الحمد لله قبل تحرير مدينة طرابلس ب3 أيام، تم تحرير مدينة طرابلس. بعدين خرجنا سافرنا يعني على حساب دولة قطر لسلوفينيا تركيب الأعضاء في سلوفينيا، ولكن الوضع يعني كان معقول لكن مش كان مطلوب يعني. والآن تو احنا موجودين في كندا إن شاء الله يعني لتركيب الأعضاء، معنا حالة ثانية. طبعا يعني لا يفوتني أن أشكر اللجنة الكندية لحقيقة كان لها الجهد الكبير في وجودنا في هذه الدولة، والرجال الليبيين بصفة عامة اللي كانوا ما شاء الله حقيقة يعني ناس ما شاء الله يعني مشكورين جدا على وقفتهم وعلى كل شيء دوروا باللجنة يعني. وفي النهاية أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن ليبيا مستقبل تبقى ليبيا جميلة، وأن يعني دماء الشهداء إن شاء الله يكون لها أثر كبير في أن ليبيا تبقى دولة متقدمة، دولة تستمتع بثوراتها. وإن شاء الله يعني يشوفوا ليبيا يوم من الأيام كدولة متقدمة بإذن الله، يعني بإذن الله الكلام هذا يتحقق. قال كل مواطن ليبي بس يحب ليبيا فقط، ولا كل مواطن ليبي يحب ليبيا ترجع نبضة الوطنية اللي اقتلها المقبور داخل كل مواطن فعلا بإذن الله، لا خوف على ليبيا. وإن شاء الله يعني حيكون مستقبلها زاهر. في النهاية
الله أكبر الله أكبر، وعاشت ليبيا مرة أمينة. السلام عليكم. واحد يكون يعني معنا يعني صديق أو كتاب من كتاب يعني بصراحة. وش حالكم بالضبط؟ ماشي. حاكم باين. ايه تحديثاتك ذات يعني فيه شو حالكم بالضبط؟ الواحد يظبط اموره هكي تكاتيك ما تبينهاش دي طبعا مش مباشرة. هي كم مازال وقت هيك كمان يعني ما عارف كيف الموضوع. شو حالكم بالضبط؟ شو حالكم بالضبط؟